بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم، واشهد ان محمدًا عبده الذي هدى به من الضلاله، ورسوله الذي صدع بالرساله، صلى الله عليه واله الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الحج ومواجهة الشيطان. تنتهي بعد ظهر هذا اليوم 12 من ذي الحجة مناسك الحج لمعظم الحجيج، ويستعدون للأوبة إلى ديارهم بعد أداء هذه الفريضة العظيمة. نسأل الله أن يتقبل حجهم، وأن يشكر سعيهم، وأن يعيدهم سالمين آمنين إلى أهاليهم، وأن يشركنا في صالح أعمالهم ودعواتهم. تبدأ مناسك الحج بالتلبية عند الإحرام، وإعلان الاستجابة لله والطاعة لأمره، حيث يهتف الحاج ويردد معلناً عزمه وقصده: لبيك اللهم لبيك. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذا الشعار العظيم، شعار التلبية. وتنتهي مناسك الحج برمزية المواجهة للشيطان، حيث يكون آخر المناسك هو رمي الجمار، إما في اليوم إلى اليوم 12، أو من تأخر كما تقول الآية الكريمة: فمن تعجل في يومين، يعني بعد العيد اليوم 11 و12، فلا إثم عليه، يرمي الجمار ويخرج بعد الظهر من منى، فقد انتهت مناسك حجه. ومن تأخر فلا إثم عليه، أو يتأخر إلى اليوم 13، يبيت في منى ليلة 13 ويرمي الجمار في نهارها، ثم يغادر بعد ظهر اليوم 13. إذن فالحج يبدأ بالتلبية وينتهي
برمزية المواجهة مع الشيطان، رمي الجمار. نريد الوقوف عند هذا النسك الرمزي من مناسك الحج، وهو رمي الجمرات، حيث يجب أن يقوم به الحاج مرات متكررة. في يوم العيد يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات. في يوم ثاني العيد اليوم 11 يرمي الجمرات 3، الأولى والوسطى والكبرى، كل واحدة أيضاً ب7 حصيات. وفي اليوم 12 أيضاً يرمي الجمرات 3، وإذا بقي في منى يرمي في اليوم 13 أيضاً هذه الجمرات 3. فهو عمل متكرر يقوم به الحاج ل7 مرات على الأقل. المرة الأولى يوم العيد، 3 مرات يوم 11، و3 مرات يوم 12، وإذا بقي أيضاً كما تحدثنا 3 مرات أخرى على الأقل إذا كان من المتعجلين، كما هو شأن معظم الحجيج 7 مرات يقوم بهذا النسك الرمزي. يجمع الحاج حصيات من أرض الحرم، والأفضل من المزدلفة، يجمع حصياته ضمن مواصفات وآداب ومستحبات مذكورة في كتب مناسك الحج. ويرمي كل جمرة ب7 حصيات، يرمي بيده لا يستخدم آلة أخرى، ويرمي كل حصى بمفردها، لا يجوز أن يرمي حصاتين مرة واحدة أو أكثر من حصاتين. وأيضاً لا بد وأن يطمئن بإصابة الحصاة إلى الجمرة، فإن لم تصب لا بد من التكرار. إذا علم بأن حصاته لم تصب فإن عليه أن يعوض عن تلك الحصاة ويرمي مرة أخرى. عند كل رمية يستحب التكبير والدعاء: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، إلى آخر الدعاء. النصوص الإسلامية تتحدث عن خلفية هذا النسك. ماذا يعني؟ لماذا رمي الجمار؟ الروايات والأحاديث تشير إلى أن نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حينما ذهب لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وإطاعته، اعترضه الشيطان يوسوس له، يريد أن يثنيه وأن يثبط عزمه عن الاستجابة لأمر الله. فرفض نبي الله إبراهيم كلامه، فأصر إبليس يريد إغواءه، فما كان من نبي الله إبراهيم إلا أن أخذ 7 حصيات ورمى بها الشيطان الذي تمثل له ليبعده عنه. وهكذا تكرر الموقف لنبي الله إبراهيم 3 مرات في الأيام 3 كما يبدو من بعض الروايات. فأراد الله تعالى تخليد هذا الموقف وهذه المواجهة الرمزية مع الشيطان، هذا الموقف الصامد الرافض لإغواء الشيطان، جعل الله محاكاته منسكاً ليكون مواجهة رمزية للشيطان
تذكر الإنسان أنه سيتعرض لمحاولات الإغواء والإضلال في مسيرته، فعليه أن يكون واعياً يقظاً، وأن يتسلح بروح الثبات والصمود أمام إغراءات الشيطان، وأن يسعى لدحره وإبعاده عن طريقه، مستعيناً بالله تعالى على ذلك. إنها مواجهة رمزية تؤكد في نفس الإنسان الحقائق التالية: أولاً، أن الإنسان مهدد بمحاولات الإغواء والإضلال. لو ترك الإنسان وفطرته، لو ترك الإنسان وعقله، لو ترك وإرشادات الأنبياء والرسل، لقل وندر انحرافه وفساده. ولكن هناك من يحاول إضلاله وإغواءه، هناك من يزين له المعصية، هناك من يجرئه على المعصية، وهو الشيطان. فعلى الإنسان أن يكون منتبهاً. كيف يزين الشيطان للإنسان المعصية والانحراف والظلم والفساد؟ عبر الأهواء والشهوات في داخل نفسه. شيطان عنده وكلاء في داخلك، عنده ممثلين عنه في أعماق نفسك، فلتكن منتبهاً. وعبر تأثير العناصر السيئة المنحرفة من الناس، هذه العناصر السيئة عبر الإعلام، عبر بث بعض الأفكار، بعض التوجهات، تحاول أن تثبط عزيمة الإنسان عن عمل الخير والصلاح، وأن تغريه بالمعصية والانحراف. فعلى الإنسان أن يتخذ قرار المواجهة. هناك من يريد إغواءك وأنت بين خيارين: إما أن تستجيب له وتلين أمام إغراءاته وحينئذ تقع في الفخ، وإما أن تواجه وتردعه وترفضه وتبعده عنك. وهذا هو القرار الذي يجب أن يتخذه الإنسان المؤمن في حياته. ورمي الجمار رمز لهذه المسألة، لهذا الموقف. الحقيقة الثانية أن مناسك الحج وجميع العبادات والطاعات تهيئ الإنسان نفسياً للالتزام بطاعة الله. يبدأ الإنسان مناسك الحج رحلة تدريبية تدربه على الطاعة، تدربه على الاستجابة لأوامر الله. لكن هل يعني ذلك أنه أصبح في مأمن من الشيطان؟ كل هذه الذخيرة التي أخذتها من مناسك الحج، الذخيرة الروحية أو من سائر العبادات، لا تشكل ضمانة وأمنا لك، فإن الشيطان يتربص بالإنسان الدوائر. بعد كل هذه المناسك مع ذلك الشيطان سيحاول إغواءك. وحينما تختم المناسك برمي الجمار فهي تريد أن تقول لك: أيها الإنسان، احذر أن هذا البناء وهذا الجهد وهذا الرصيد الروحي الكبير الذي جمعته ووفرته من مناسك حجك، احذر أن تفقده أمام إغراءات الشيطان. ولذلك ورد في حديث يرويه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله نبينا محمد:
إذا قضوا مناسكهم، الحديث يقول إذا قضوا أي الحجيج مناسكهم قيل لهم بنيتم بناء فلا تهدموه، كفيتم ما مضى اللي راح من ذنوبكم، كفيتم، الله غفر لكم، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون. رمي الجمار آخر نسك، وكأنه الخلاصة والتوصية النهائية لكل برامج هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. إن مواجهة الشيطان تحتاج إلى قرار وعزيمة ومبادرة بالتصدي له، واستخدام الوسائل المساعدة على دحره. وهنا تأتي رمزية جمع الحصيات. الحاج يجمع الحصيات في الليل، ليلة العاشر، ليلة العيد، قبل أن يذهب إلى منى في صبيحتها في المزدلفة، يهيئ سلاحه، في إشارة إلى أن عليك أن تهيئ الأسلحة التي تستعين بها في مواجهة الشيطان الرجيم. وأيضاً رمي الجمار يؤكد على التكرار، على الثبات والصمود. انتصارك على الشيطان مرة لا يعني أن تنام على حرير الأمن من مكر الشيطان، تحتاج إلى مرة بعد أخرى أن تبادر لمواجهة الشيطان وأن تردع الشيطان عنك. وكذلك تشير عملية رمي الجمار إلى أهمية الإجهار والإعلام بمواجهة الشيطان. مواجهة الشيطان ليست عملاً سرياً خاصاً مخفياً، وإنما ينبغي أن يجهر الإنسان به، أن يجهر الإنسان بمواجهة الشيطان حتى يلهم غيره أيضاً هذه الحالة من الثبات أمام الشيطان. أيضاً من رمزية هذا المنسك المواجهة الرمزية للشيطان. جموع الحجيج، ملايين الناس، كلهم يزدحمون في مواجهة هذا الشيطان الرجيم. هذا يرمز إلى أن مواجهة الشيطان في المجتمع ينبغي أن تكون عبر عمل جمعي يشترك فيه الجميع، ويقوي البعض عزيمة الآخر في مواجهة إغراءات الشيطان الرجيم. إن مواجهة الشيطان هي معركة الإنسان الدائمة في مسيرة حياته بكل جوانبها وتفاصيلها. والشيطان في الثقافة الدينية له مفهوم عام ومفهوم شخصي خاص. المفهوم العام للشيطان يعني حالة التمرد والانحراف والإعوجاج. هذه الحالة كل تمرد، كل انحراف، كل فساد، هذا يمثل الشيطان. ولذلك النصوص والأحاديث الدينية تعبر عن كل شر في حياة الإنسان بأنه شيطان. وهناك شواهد ونصوص تحتاج إلى وقت لذكر بعض الشواهد والنماذج منها. كل شر وكل سوء هو حالة شيطنة بالمفهوم العام للشيطان. أما المفهوم الخاص للشيطان فهو ذلك
ولكنه ارتقى بعبادته إلى مصاف الملائكة، وفي لحظة انتكس وأصيب بالكبر وبالتحدي والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، فأصبح زعيماً متزعماً ومؤسساً لحالة المعصية والتمرد على الله في حياة البشر، لأنه وقع في هذا الهلاك العظيم، فإنه أراد أن يهلك معه أبناء آدم الذين كان أبوهم سبباً بعدم سجود إبليس له في من سجد له من الملائكة، كان سبباً في طرده، كان ذلك سبباً في طرده من رحمة الله. ولذلك يسعى إبليس لإضلال أكبر قدر ممكن من أبناء البشر، ويحذر الله تعالى البشر من الشيطان بالمفهوم العام من كل شر، ومن الشيطان بالمفهوم الخاص وهو إبليس وأعوانه وجنوده. يقول تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إن الشيطان يتمثل في الأفكار السلبية التي تصرف الإنسان عن الخير. كل فكرة تصرفك عن الخير هذه شيطان. تريد أن تعمل عمل الخير فتأتيك فكرة: لماذا أتعجل؟ لأؤجل هذا العمل إلى ما بعد. فكرة تأجيل عمل الخير هذه فكرة شيطانية، هذا شيطان. تريد أن تعمل عملاً صالحاً، عملاً خيراً، يأتيك من يثبط عزمك: ليش تكلف نفسك؟ في ناس كثيرين يقومون بهذا العمل، يحتاج أن تتأكد من هذا وما أشبه. هذا عمل شيطان، هذه فكرة شيطانية. فالشيطان يتمثل في الأفكار السلبية وفي المشاعر العدائية تجاه الآخرين. حينما تدور في نفسك مشاعر عدائية تجاه بعض أقربائك، بعض إخوانك، بعض أبناء مجتمعك، هذه مشاعر شيطانية عليك أن تواجهها. والشيطان يتمثل في إغراء الشهوات والرغبات. هذه الصور وهذه المناظر وهذه الرسائل التي تتوالى على الإنسان من خلال هذه الأجهزة الذكية كثير منها هي دعوات شيطانية، كثير منها هي وساوس شيطانية على الإنسان أن يكون يقظاً حذراً، وأن يستعين بالله ويستنهض إرادته لمواجهة الشيطان بثقة ووعي. يقول تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ على من كان الإيمان يعمر قلبه، ومن كان يتوكل على الله في قراراته ومواقفه. إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين ينخدعون بإغراءات الشيطان والذين هم به مشركون. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.